عليكم. بخصوص الحملة تبع أنقذوا مرضى السرطان، اللي هي تبرع للمرضى ولأهالي المرضى سواء في تركيا أو في الشمال السوري. آه، اليوم في ناس عم تتوجع يمكن مثل وجع مرض السرطان وبجوز أكتر. هنو الناس اللي ما عم يقدروا يتبرعوا بشي، الناس اللي ما عندها شي بالبيت بتتبرع. كلياتنا شاف امبارح انه في ناس، في ولد جايب 10 ليرات، في 20 ليرة، في يعني مبالغ لا تذكر. إنه شو اليوم بدها تساوي 10 ليرات ولا شيء، ولكن هي كبيرة، هي كبيرة بنظرنا. نحن قادرين انه ان شاء الله نتجاوز هاي الأزمة بهمتنا. نحن هون الشعب السوري حنون على بعضه، حنون أكتر ما تتصوروا. الزلزال صارت الناس أيام الزلزال صارت الناس تشيل الحرام من عليها وتعطيها لواحد تاني. ما عنده حرامات بالبيت، تشيلها وتعطيها لواحد تاني، ما في مشكلة. أنا قاعد تحت سقف بس هذا قاعد بخيمة، هذا قاعد ما بعرف إيش. فحادثة الزلزال هي اللي كانت المؤثر الكبير علينا، اللي وحدنا. كلياتنا شاف ردة فعل السوريين بزلزال شو صار، وقدرنا نتجاوز هاي الأزمة بأقل الخسائر. فاللي متضايق أو مزعوج إنه ما نو قدران يتبرع بشيء، ممكن كتير ناس عم تتوجع. في ناس عم تتوجع من جوا ما عندها شيء تتبرع فيه، ما عندها أبدا، ما عندها شيء. ممكن تفوت على بيوت ما فيها 10 ليرات ولا ليرة ولا ليرتين ولا كيس خبز. فهدول بتوجعوا كتير عم بتوجعوا، ما حسنا يتبرعوا. لو معهم 10 ليرات تبرعوا فيها. ف انا بحب اقول لهم لا تتضايقوا، لا تنزعجوا ولا شيء. عليكم بالدعاء. ان شاء الله سبحانه وتعالى يوفق الشباب بالحملة ويحسنوا يقدروا يجمعوا المبلغ اللي حاطينه مخيلتهم. الله الشفاء لمرضى السرطان ولغير مرضى السرطان، والرحمة للشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله.